نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وحبايبي في السوق المصري، إن شاء الله تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنعمل تحديث لمؤشر السوق المصري، وهنشوف الرؤية الفنية إن شاء الله المتوقعة حدوثها الفترة القادمة، سواء إن شاء الله يكون في خير لسه في إيجابية في الصعود، أو لا قدر الله يكون في تصحيح أو سلبية في الهبوط. طبعا النهارده هنتكلم بكل التفاصيل على المؤشر، وفي نفس الوقت كمان هنتكلم على معظم الاسهم الفنيه التي طلبت من حبايبنا الغاليين في اخر فيديو تم عمله. طبعا اعذروني على كل الفيديوهات او كل الظهور، ولكن ان شاء الله هكون اعمل تكثيف لعمل فيديوهات اكتر باذن الله. لكن اخوكم يعني بفضل من الله سبحانه وتعالى، اللهم ربنا يزيد ويبارك. طبعا انا ماسك كذا سوق دلوقتي، معانا السعودي والاماراتي والمصري، فيعني ان انا اقدر اعمل فيديوهات كتيره على الثلاث قنوات بتكون صعبه. انا بعشق التحليل، واخوكم يعني دكتور احمد سمير، يعني انتوا عارفينه وانتوا حبايبي وفوق راسي والله. بس انا يعني ايه، عشقا للاسهم، عشقا بفضل من الله سبحانه وتعالى. فانا بحب ان انا يعني يكون في لذة في المكاسب بالنسبة للناس اللي شغالة معانا. فربنا يرزقنا ويرزقكم كل خير. فأنا إن شاء الله، أنا بس يعني لو كان في تقصير أو أي حد حاسس بإني مقصر في عمل فيديوهات بشكل أقوى، فإن شاء الله أنتوا فوق راسي وحبايبي والله العظيم أنا ربنا عالم غلاوة كل واحد عندي، سواء عنده أو ما عندوش. أنا مش من النوع اللي بقعد أحدد مثلا ناس معينه يقول لك والله انا مش هشتغل الا مع ناس مثلا لا تقل مثلا عن سيوله كذا او كذا. اقسم بالله الناس كلها فوق راسي، لان الناس باخلاقها مش بفلوسها. تمام. بس ده ما يمنعش ان في مينيمم، يعني مينيمم في السوق المصري عايز تتاجر مثلا اقل حاجه 100,000، مش اقل من كده يعني، او 50. يعني لو انت يعني ضربك السلك اقل من كده انت بتهزر يعني، فاهم؟ انتوا بتلعبوا يعني، ما تنفعش بورصه يعني. طبعا فوق راسي اللي باقل من كده، فوق راسي من فوق والله. الناس باخلاقها مش بفلوسها، بس عشان تشتغل صح يعني، فاهم ازاي؟ انا بقول لك اقل حاجه يعني، فاهم ازاي؟ لكن طبعا كل ما تزود كل ما يكون فوق ال 100 كحد ادنى يبقى افضل. 100 200 خش في المليون افضل وافضل. معاك 2 مليون 3 مليون افضل وافضل وافضل. ليه؟ لانك انت بتقدر تحزم السهم. يعني ايه يا دكتور احزم السهم؟ يعني في مناطق سعريه، او في حاجه اسمها السبلاي زونز والديماند زونز. الديماند زونز ديت ذيس از ذا زونز، او دي بتبقى الزون، دي بتبقى الديماند زونز، انا اسف، هي مناطق الطلب، او السبلاي زونز مناطق العرض. احنا طبعا انتوا عارفين اخوكم اللهم لك الحمد دايما متاسسين على علم صادق، علم يعني انترناشونال، علم عالمي، علم يعني يؤكد الى طريق الارباح. انا اكاد اقسم بالله الذي خلق السماوات والارض ان اي حد شغال معايا بفضل من الله هيشوف خير ما بعده خير. ودي رساله عابره جت من عند الله كده، خاطره كده والله، من واحد بيتكلم لكل الناس حبايبي اللي شغالين معاه. اقسم بالله تاخدوا مكاسب ربنا عالم بيها والله العظيم، اقسم بالله. ان شاء الله لما تحققوا الارباح معايا والله كل واحد حقق فوق ال 50 وال 100,000 ربح اقل حاجه يعني، هنحطها على القناه بدون ذكر الاسم. طبعا هناخد بعد اذنك، بس طبعا انتوا حبايبي اللي شغالين معايا حبايبي رجاله يعني، هطلب منهم بس يدوني المحفظه ويلغوا الاسم لو في اسم ليهم ولا حاجه، ويدوني الربح. لان انا اخوكم يعني بصراحه مدخلهم في اسهم اقسم بالله خير ما بعدها خير. انا بحلف بالله، سواء بقى بتلعب مع المؤشر، سواء هابطه سواء صاعده، فيها خير، فيها انفجارات سعريه ما لا يقل عن تتبيله. انا ما فيش حد مدخله في سهم الا مع انه يعني في ناس لسه مستنيه الخير بتاعها، لكن قسما بالله فيها خير ما بعده خير. انا بحلف بالله، اللهم لك الحمد ولك الشكر. تمام. فدي رساله لكل الناس الحبايب اللي شغاله معايا، اصبر وهتاخد البغاشه في الاخر والله. يعني ان شاء الله لما يحصل ارباح ننزلها بقى عشان الناس ايه تعرف يعني، يعني نفرح كلنا، يعني زي يقول لك البارتي، مش يعني لا، تبقى فرحه جميله وفرحه حلوه نحب نشارك بيها الناس اللي هم موجودين معانا في القناه برضو ولسه ما شافوش خير مننا، فتبقى فرحه كويسه يعني، زي اللي بيعمل مثلا فرحه يعني مثلا يعني عدى مثلا على القناه كذا
عيد ميلاد، اي مناسبه جميله في حياه اي حد، تمام، بيحب ايه يوثقها بفرحه جميله يعني. فان شاء الله نوثق ارباحنا باذن الله في الاسهم، لان انا كل يعني في فعلا السوق فيه 25 سهم حاليا في الكشكول اهو، 25 سهم يعتبروا من افضل الاسهم اللي موجوده حاليا في سوق المؤشر السوق المصري. انا طلعتهم يعني بعنايه شديده وبدقه شديده جدا. طبعا كل اللي شغالين معايا معظمهم يعتبر داخلين فيهم، يعني معظم اللي شغالين معايا داخلين فيهم، بس طبعا فيهم لسه فيهم خير، ولسه خيره بيجيبه، ولسه بيلعب ويجمع. فبصراحه يعني دي افضل اسهم موجوده حاليا في السوق المصري يعني. طيب هنرجع ونتكلم ونقول بقى السوق المصري ايه اللي بيحصل فيه. طيب السوق المصري حاليا زي ما احنا شايفين دلوقتي بدأ يكون في إيجابية مؤكدة على الصعود. دلوقتي بدأ الوتد اللي هو اللي احنا قلنا الرايزنج ويدج او الوتد الصاعد، اللي طبعا اللي احنا قلنا خلي بالنا يكون احتمال ضعيف انه لا قدر الله ينزل، لان دايما الويدجات او الوتدات الصاعده دي دايما بتنم عن خطر قادم، تمام. فلا قدر الله لو كان ما فيش فيها صعود مؤكد، وده بيكون احتمال ضعيف على فكره، الحاجات دي بتيجي في انتهاء موجه، فبيكون ان شاء الله انها لا اما الاحتمال الاكبر لا قدر الله يحصل نزول تصحيح، او انها تصعد، وده الاحتمال اللي احنا اتكلمنا عليه. لان احنا قلنا ممكن زي ما احنا قلنا كده اصل انا اخوكم يعني بفضل الله، يعني اللهم لك الحمد ولك الشكر، كلامي اقسم بالله ما تلاقي اصدق منه، علما ما تلاقوش اصدق منه، وخبره فعليه. انا مش بدي كلام في كتب، يعني انا اسف، في كلام في كتب اللي هو العادي اللي هو بقعد اقول لك انحراف سلبي، لكن في كلام براكتيكال انا اوريدي ممارسه بايديا على مدار اللهم لك الحمد سنين. يعني انا يعني فاهم، يعني الكلام ده خارج عن نطاق صفقات رابحه بفضل من الله سبحانه وتعالى. يعني انا ما بخسرش غير وقت، يعني انا يعني اللهم لك الحمد عمري ما خسرت في حياتي في صفقه بفضل اقسم بجلال الله. بخسر وقت، انا اخسر وقت لكن ما اخسرش صفقه. انا اقسم بالله ربنا شاهد عليا وكيل، اخسر وقت ما اخسرش صفقه. يعني انا اتربيت في الوقت كتير يعني في حياتي، في اول يعني ما كنت يعني عندي علم وربنا كرمني وكده وبتاع، لدرجه ان انا بقيت لا اشوف الاسهم اللي فيها خير، يعني عشان لو يعني اما افكر اضرب ضربه تبقى ضربه قويه، ممكن ما تزيدش عن 3 شهور، تبقى ضربه محترمه لكل محفظه مثلا او محفظتي انا الشخصيه، تمام. لكن انا ما احبش ان انا يعني مثلا اطلع من ليه، لان رؤيتي التحليليه او رؤيتك القويه بتنم عن خبرتك وعشقك او احترافيتك في هذه المهنه. يعني انت قد ايه محترف، يعني how the level you can reach to be the most professional one in the trading. يعني انت ايه اي سقف اللي انت ممكن توصل اليه لمعدل احترافيه انك تعدي كل اللي زيك او في نفس منطقتك، حتى لو بيتكلموا بالفوليوم، تمام، ودول قليلين جدا، بس انك تعديهم كمان في الايه في البراكتيكال تريدنج او في ربح الصفقات، كيفيه ربح الصفقات، انك ازاي تعرف تدير صفقه باحترافيه وفي نفس الوقت تكسب منها ما تخسرش، تمام. فعشان كده انا بكلمكم، فلما قلت لكم ده بينم عن ضعف ونخلي بالنا وكده، كان تحذير مهم جدا، لان قلت لكم الاحتمال الاكبر لا قدر الله، وانا عند كلمتي انه ممكن ينزل، لان ده زي ما قلت لكم ويدج او ايه، ده اسمه الوتد الصاعد، وده في معظم الحالات بيكون سلبي، او انه قلت لكم يكمل على انحرافه السلبي، لان قلت لكم في انحرافات سلبيه، لكن الماكد لازم يقلب ويكمل صعود لفوق، وساعتها الصعود هيبقى انفجاري الى اعلى الى 22000. فاحنا حاليا اختراق القناه دي اهل للقوه كمان، يعني اهل انه يكون اقوى بكتير. ليه يا دكتور احمد؟ لان السوق يعني في اسهم اوريدي يعني هتدبل يعني اوريدي هتدبل. سيبك بقى من الاسهم اللي هي ب 50 جنيه واللي هو مثلا
الماليه الصناعيه والبو 50 وام 40 والكلام. يعني انسى الاسهم اللي بدات تجيب قيمه سعريه وغاليه. يعني فاهم ازاي؟ لا انا بتكلم الاسهم اللي متناول، ممكن تبقى 17، ممكن تبقى 20، ممكن تبقى 15، ممكن تبقى اقل من كده. تمام. لكن الاسهم اللي هي اوريدي في اسهم اوريدي غاليه وممكن تجيب لسه ليها اهداف زي فوق ال 50 او فوق ال 40 ولسه بيكون لها اهداف تمام على راسنا. لكن انا بتكلم في الاسهم اللي فعلا تقدر تدبل منها محفظتك او تدبل منها محفظه حد معين. يعني خدت بالكم؟ فالانفجار حاليا ما شاء الله تبارك الرحمن بدأ يكون قوي. تمام. وبدأ يبقى فيه حالة من حالات الصعود التي المفروض هيكون القمة بتاعتنا القادمة هتبقى فوق ال 21,000. يعني السوق مكمل لل 21,000. طب يا دكتور يعني معنى كده ان حضرتك مفيش يعني ممكن مفيش هبوط يحصل؟ يعني مفيش هبوط لو لغايه عندنا ال 21,000 نقطه اللي هي يعتبر هي او 400 مثلا، ده اللي هو العرض الويدج التجميعي اللي احنا اخترقناه؟ لا، هيكون في طبعا تصحيح. واحنا قلنا مستويات التصحيح ملامسه. هو طبعا نزل لمس الويدج، يعني واخدين بالكم لما انا قلت هيصحح لما نزل هنا كان لمس الويدج، الويدج اللي هو ايه؟ الترند الصاعد. طبعا الكلام ده اقسم بالله بكلمكم من قلبي بصدق، يعني بصدق العلم اللي ربنا اتاه لي. يعني شوف كلام علمي يعني. طبعا مش هنقعد نفضل بقى ايه يعني نروش نفسنا يعني بناس يعني اقل من انه يقال عليهم اقل من الحشرات. تمام. زي ار بوسي، يعني هم يتقال عليهم انهم ناس ذات الفلقه، بوسي. وهو طبعا كله هو عارف يعني ايه بوسي. خلينا بقى نتكلم في الكلام العلمي العظيم يعني. فدلوقتي لما لمس هنا، لما بدأ يلمس التريندنج هنا وبدأ يلمس هنا، هنا بقى بدأ يلمس الايه؟ الترند اللي هو تم اختراقه. وبدأ بعد ما لمسه الشمعة ديت بدأ يطلع. فطب دلوقتي يا دكتور يعني عايز تقول ان هو ممكن لو حصل تصحيح ينزل تاني؟ هيكون اول تصحيح لينا ال 18,700 اللي هي بدايه اختبار الترند اللي تم اختراقه، الويدج اللي فوق دوت. طب وبعدين يا دكتور بعد ما يتم اختراقه لو لا قدر الله بقى نزل، هيكون عندنا النقط بقى اللي احنا ذكرناها قبل كده، هتبقى 18,318، عندنا ال 18,197، عندنا ال 18,136، واخر نقطه اللي هي ال 17,700 او 17,000 وايه و17,670 17,700. دي اخر نقطه ممكن يعني لا قدر الله يحصل لما يكون في تصحيح. لكن التصحيح طبعا بيكون قليل لان احنا في قوه انفجاريه. يعني احنا دلوقتي حاليا في انفجار صعودي. طبعا كيفيه اختيار السهم مهم جدا. يعني في رغم ان السوق صاعد، في اسهم ممكن تدخلها تشخلل بيك شويه وبعدين تطلع. ليه؟ لان الميكر مش اهبل. اي حمور تمام. انا كان في صوره جميله قوي لصوره ديب مع قطيع من الايه؟ خرفان. طبعا الخرفان دول مش هنقول عليهم انهم، لا، هنقول عليهم دول صغار المتداولين او دول التريدرز، سمول تريدرز. زي سمول تريدرز مش معنى كده ان سمول تريدرز ده ان انت لا، سمول ممكن يكون محلل فني وعظيم الشأن مثلا بفضل الله وعنده علم كتير، بس سمول تريدر هو يعتبر شيب يعني من ضمن الايه يعني جايبين لك قطاع من الخرفان. لكن الفكره بقى ليه؟ لان معدل السيوله هي اللي بتحكم ان انت يعتبر سمول تريدر. مش معنى كلمه قطيع او انت قطيع مثلا جايبين قطيع من الخرفان وجايبين ديب، هبقى انزلها لكم ان شاء الله الفيديو الجاي. يعني ده يقول لك الديب ده هو ازاي بياخد الفلوس بتاعت القطيع بتاع الخرفان. ليه؟ لانه بيلعب على سيكولوجيه الايه؟ المتداولين او التريدرز. تمام. لما يحصل لا قدر الله حاله من حالات البانيك والسوق يبقى نزول واخبار سلبيه ومش عارف ايه وبتاع، ده المفروض بيكون افضل وقت للشراء. اي نعم بتقعد فتره تجميعيه ما لا يقل مثلا من عندك مثلا من 2020 ل 2022 عشان تشوف خير. دي فتره تجميع، لكن هي دي الفتره اللي المفروض يكون فيها شراء. وكل ما تصبر في السوق كل ما تكسب. السوق ده معمول عشان تكسب كتير، تصبر كتير. شغل ان انت تقلب عيشك كل يوم وبتاع، اوكي انت بتاخد بس السوق ده معمول يعني اي سوق عموما في الستوك
شيرز او في الاسهم معمول ان كلما ازددت صبرا كلما ازددت ثراء. بمعنى يعني الناس اللي هي اكثر صبرا اللي هي الهوامير اللي بيجمع مثلا في سهم بقاله 4 سنين او 3 سنين او 5 سنين عشان يكسب منك انت، لازم يكون عنده زياده صبر اكبر منك ورؤيه اكتر منك كمتداول عشان يكسب. بيجمع مثلا في سهم 3 4 سنين عشان لان هي دي ثروه حياته كلها. انت متخيل؟ ده الميكر بقى. فلما الناس الاكثر صبرا ياخذون الناس الاقل صبرا. دي قانون العام للايه؟ الاسهم او الاسواق الماليه. ده كلام عظيم اقسم بالله وعميق، بس انا بديه لكم يعني حبا فيكم اقسم بالله. فعشان كده بقول لك انك تكسب لوكشه كبيره افضل من ان تكسب حاجات بسيطه. الحاجات البسيطه دي ما بتاكلش عيش، بتفرح اللي واخدها، بس لما بتهبد هبده بتضيع عليه كل الضربات اللي هو خدها رفيعه، فبيشوف محفظته ما بين موجب وسالب وبين ضرب الستوب لوس، واشتغل مع الستوب لوس، يكسب مره يخسر مره، يكسب 3 يخسر مرتين، يكسب 5 6 7، تيجي له ضربه من سهم يتغابى عليه جامد، عبال ما ياخد ستوب لوس بتاعه يكون خسر كل اللي فاق من ال7 صفقات. المحفظه ما بتتقدمش، ولا عمرك هتشوف خير ولا المحفظه هتشوف خير خلاص. لكن المحلل الذكر او الراجل اللي هو فاهم شغله وعنده احترافيه في علمه يقدر يزود المحفظه زياده مظبوطه، حتى لو المحفظه صغيره او محفظه يعني 100,000 يقدر يزودها ضربه. مثلا يعني انا من واحد دخلته في سهم مثلا العربيه المعابس ده، لما دخلوا مثلا ب 100,000 كسب 45,000. يعني الضربه ديت حاجه بسيطه، او 120,000 كسب 45، يعني يعتبر تقريبا نص المال، نص راس المال. فتخيل بقى لما يعني ده الاسهم اللي انا اديتها، يقول لك في واحد كسب 6,000. طبعا انا ما اعرفش سيولته كام، لو كان داخل بسيوله كان هيكسب اكتر واكتر. الاسهم اللي انا نزلتها في القناه وعندكم الفيديوهات تراجعوها هتعرفوا مين دكتور احمد، مش محتاج اتكلم عن نفسي. احنا اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد بفضل الله، بفضل الله اللهم لك الحمد، بالعلما اعلى من اي حد. لكن خلقا ربنا يا رب دايما يعلينا في اخلاقنا الى ان نصل الى ان نكون حسن الخاتمه يا رب. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه، اللهم ارزقنا يا رب حسن الخاتمه يا رب، وانا وكل من قال امين في ورايا باذن الله. تمام. فعشان كده بقول لكم الصعود ان شاء الله مش هيكون في تصحيح قوي الا بعد ما ان شاء الله نصعد. تمام. اللهم ان بقى لو ظهرت ضعف، اشارات ضعف، لو ظهرت اشارات ضعف على الشموع الاسبوعيه او الشموع اليوميه، لكن حتى الان نحن في انطلاقه، نحن في انطلاق. طبعا يعني حته ان انت ما تقوليش ان انت هتنزل تختبر 18,200 تبقى انت راجل ما انتش فاهم شغلك. يعني 18,400 دي قمه تاريخيه، قمه تاريخيه في السوق، يجب ان ينزل اختبارها. ده يعني بحال من الاحوال اختبارها، ده يعني ده اكيد اكيد اكيد. فهو بيصعد ثم هينزل يختبر ال 18,436 اللي هي اعلى الشمعه ديت. تمام. والرينج التجميعي اللي كان عمال يجمعه عشان يخترق ال 18,430 او 18,400 وبعدين يطلع فوق. تمام. ممكن يطلع يا دكتور من غير العوده، يعني يطلع بقى وبعدين يبقى يرجع تاني يعود يختبر، ممكن. كل الاحتمالات وارده انه يطلع بقوه من غير ما حتى يفكر يختبر. ودي كانت ساعات بتبقى مشكله اسهم، ان انت بتبقى داخل سهم اخترق، ففي ناس بتدخل مع الاختراق، وفي ناس بقى يبقى موست بروفيشنال بيستنوا اعاده الاختبار. ما بيحصلش اعاده اختبار وبيديك على قفاك وبيطلع وبتروح منك الصفقه وتشوفها قدامك. ان السهم لو ما اصطدتوش في اماكن مظبوطه، لو عالي بيك غلط جدا انك تشتريه، انه ممكن وارد جدا انه يعمل اختراق وهمي، يكمل اختراق وهمي وينزل عليك يدب بتاعها، يبقى انت دخلت بقى فكرت انك هيكمل لفوق، هو يديك على قفاك وينزل. الميكر انت مش تبقى اذكى منه، الذكاء انك تبقى ديب زيه. يعني ايه؟ هو ديب وانت ديب، انت مش بتلعب، انت بتلعب تحتيه، لان هو فلوسه مليارات، انت فلوسك مهما كانت ملايين هتبقى صفر بالنسبه له. تمام. فده الشغل، ده الشغل ان how to play in the shadow of the smart money players. يعني ازاي تلعب في ظل الهوامير الكبار او السمارت ماني بلايرز، الناس اصحاب المال الذكيه، او الناس الديابه، الديب يقول لك ده وولف، يقول لك وولف ديب،
والشيب اللي هي الايه الخرفان او لا قدر الله القطيع اللي هم السمول تريدرز. ما ينفعش، هي فعلا الاسم العلمي بتاعها الهيرد او الشيبس اللي هم المتداولين الصغيرين، لكن هو يقصد بالشيب هو بيقول لك ان ده ديب واكيد بياكل خرفان، يعني هو مش يقصد ان هو يهين المتداولين. القصد اللي هو ده السمول تريدرز او دول المتداولين الصغيرين، انا وزيي وزيك والغلابه اللي كلهم بغض النظر. لكن دايما العلم اللهم لك الحمد، ربنا يا رب دايما يرزقنا صدق العلم وقوته والى اعلى درجه من الاحترافيه وفوق كل ذي علم عليم. هذا فضل الله اولا واخيرا، لا اله الا الله، هو عليه توكلت ورب العرش العظيم، اللهم له الحمد وله كل الشكر كما ينبغي لجلال وجهه الاعظم وعظيم سلطانه. لكن العلم بيركب المال. هنا بقى انت بتعرف تفكر ازاي تبقى محترف مع الناس اللي هم بصفقاتك بقى. صفقاتك هي اللي تبين احترافيتك، صفقاتك والاسهم اللي بتقول عليها هي اللي بتبين قد ايه انت متمرس وفعلا ماسك لجام الاسهم اللي هي تقدر تطلع بجد، بعيد بقى عن المخنثين وبعيد عن الحراميه والنصابين والجهله اللي احنا مش هنضيع وقتنا فيهم للاسف، اللي هم بيلعبوا على الناس دلوقتي يعني they are a very fucking pussy، يعني هم عارفين ان هو حته بوسي، هو يعلم يعني ايه كلمه بوسي، فهي هي جاست بوسي بس. فمن الاخر العلم الصحيح الصادق اللي بتديه للناس وتنتفع بيه، وعلم ينتفع بيه بصدق، ان انت تفهمهم وتبقى مدرسه وانت بتتكلم، كل واحد بيسمع كلامك يحس انها بيتمزج، بيسمع محاضره علميه حقيقه بيستفاد، يفهم مش كلام صعود لا، كلام صادق امين. فمن الاخر حاليا اما يكون الصعود ان شاء الله انفجاري دون العوده الى مستويات ال 18440 اللي احنا قلناها، الى المستويات التي تم ذكرها حتى مستويات 17700، والصعود يكون انفجاري بقوه، او ان هو يطلع لسه لم يعطينا اشارات بدايه النزول الى 18400 او المناطق اللي احنا اتكلمنا عنها. لو بصينا هنا، يعني لو شفنا هنا اللي هنا على الثانوي، هنجد ان الشرط اتغير تماما. يعني ايه يا دكتور احمد؟ يعني الشرط فيه قوه على الثانوي في صعود السوق المؤشر المصري جباره. انتوا متخيلين؟ جباره. يعني هو الطريق قدامه مفتوح سنويا الى يعني ممكن يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني مستويات فوق، يعني فوق يعني على السنوي، يعني كل سنه بشمعه، كل سنه بشمعه. تخيلوا احنا لو اغلقنا فوق ال 18400 سنه 2023، ايه اللي هيحصل سنه 2024؟ هينزل مهما كانت الشمعه اللي هتيجي، هتختبر المستوى ده وهتكمل فوق يا باشا. طب متخيلين؟ يعني هيكون في ارقام فلكيه. ايه اللي بيحصل بقى في السوق؟ الله اعلم. لكن العلم بيقول لي ان السيوله او قوه الصعود اللي السنوي اللي السوق بيعملها، طالما اغلقنا فوق ال 18450 او 18440 سنويا، احنا اللهم صل على النبي في اتجاه صاعد، ده سنويا. فما بقى يعني تمام. فلو خدنا مثلا على الست شهور، وطبعا انا الفريمات دي بتديك استاذه، برضو هتلاقي ان برضو السوق برضو صاعد بقوه ولسه قدامنا صعود. تمام. فما بين الصعود والهبوط على الفريمات، لان كل شمعه بست شهور، كل شمعه بست شهور. كان في ناس بتجمع في السوق من عند 2000 بالظبط كده، 2016، من 2016 كان في ناس بتجمع في السوق ده. السوق ده تم تجميعه من 2016، بدأ مع الصعود ده بدأت السنة. المهم يعني بغض النظر، فاحنا اتكلمنا على السوق واتكلمنا على فنياته. لو مسكنا السوق على الفريمات مثلا الصغيرة، لو مسكنا السوق على الفريمات الصغيرة هنلاقي ان لسه الصعود يعني لسه متخلخل جوه السوق، ينزل مثلا ل 19296 حاجة بسيطة، بعدين يكمل نفس كده نفس المجال اللي هو ماشي فيه، حتى لغايه اما نشوف اي تغييرات سلبيه مؤكده على السوق. لكن حتى الان السوق الى مناطق الصعود بتاعته اللي احنا اتكلمنا عليها، وان شاء الله الى اهدافه. كل انا كلمتكم في كل حاجه تذكر السوق وكل شيء يعني بتفصيل دقيق جدا جدا لايجابيه الصعود باذن من الله سبحانه وتعالى. تمام.
فربنا يدينا على قدر نوايانا، ويدي كل واحد على قدر نيته، سواء صادق مع الله صادق مع الناس في صدقهم، او كاذب دجال جاهل، ربنا يديله على قد نيته، وهتبقى نهايته سودة ان شاء الله باذن من الله سبحانه وتعالى. تمام. ويعني انا يعني في ناس عسل قوي برضو بشوفها في التحليل، قنوات جميله قوي، يعني واحد صوته عسل قوي، يعني اسمه يعني متهيألي يعني محترم، يعني دكتور طارق اي ثينك، راجل يعني صوته زي بيقول انا والنجوم وهواك، يعني بيتكلم ما هو ما بيجيبش شرط، هو بيجيب لك كده صوره كده ويقول لك انا بتكلم على السهل، وعمل ديسكريبشن. بص يا جماعه، انا اقول لكم حاجه، انا عمري ما هعمل فلوس يا جماعه، اقسم بالله العلي العظيم، عمري ما في يوم من الايام يعني هتكبر على حد، ولا ان انا اقول لكم لا ده انا علمي ما حدش هيشوفه، وانكم تدخلوا القناه لازم اللي عايز ينتسب يبقى فيه فيديوهات خاصه ليه، والكلام الفارغ ده ابدا. والله يا جماعه والله العظيم انا يؤتيني الله من فضله يعني رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والله يا جماعة ورب الكعبة مهما زادت القناة ولا ربنا كرم فيها بناس، أنا عمري يا جماعة والله ما اتغير عليكم ولا أقول لكم أنا هنزل لكم جنيه. اللي يخش القناة فري في كل اللي بيتقدم في القناة فور فري، ويوم ما هنزل سهم الكل يستفاد منه. اقسم بالله بكلمكم بصدق من قلبي، وربنا يصدقني على كل كلمه اقولها بشهاده الصدق اللي بيطلع من قلبي، ربنا يأجرني عليه. لكن عمري يا جماعه والله لا احط لكم فلوس ولا حاجه. المهم بقى الشايف في الموضوع والمضحك بقى كثيرا ان يجي يقول لك، ودي الناس المحترمه، اي قناه محترمه بجد تمام، تلاقيه لا يعمل موضوع الانتساب ده ولا فلوس، لانه مش شحات ولا معفن ولا نتن ولا مستني حاجه من حد، ولا اللي هو بقى بيتكبر. لا معلش، فئه معينه من الناس هي اللي تشوف الفيديو المنتشر، ادفع عشان تشوف. انت لو ما دفعتش انت واحد حقير، انت ما ينفعش. انا علمي ما ينكشفش على حد، انا علمي لا بلبسه نقاب، النقاب ده ما يتخلعش الا على رؤيه شرعيه، تدفع بقى ال 200 جنيه 300 جنيه 150 جنيه 100 ده نظام شحات، او نظام واحد عايز ينتفع بقدر المستطاع من القناه انتفاع رهيب عشان ياتي من المكسب. لو ما عرفش يجيبه مثلا من اسهم، او ما عرفش يجيبه من التريدنج، الصفقات اللي بيخلي الناس تكسب فيها، يوم جاي جايبه من اي حاجه، يهلب بقى يلهب يقلب عيشه بقى، يقول لك انا ابيع لك مش عارفه ايه بكذا، ابيع لك تعالى بيع مش عارفه ايه وتعالى اشتري من عندي كذا، يبيع الهوا في الازايز. ربنا يعافينا. هم كل واحد هيتحاسب في قبره وفي حياته، والمصايب هتتوالى عليه سواء غصب عنه او بارادته، هتتوالى عليه من ربنا طالما عارف انه بياخد القرش ده وهو مش حلال عليه. بس كل واحد بقى ايه يوم ايه تشهد عليهم ارجلهم وايه وايديهم من ايه، كل واحد باعماله. فربنا يرزقنا الخير ويرزقنا سماحه النفس والصدق. المهم بقى جميل بقى في يقول لك ايه الصوت جميل قوي يعني رومانسي قوي. احنا النهارده يا جماعه عندنا سهم، الشركه دي قويه جدا يا جماعه، الشركه دي انا شايف انها من اروع الشركات اللي ممكن تدينا فنيه عن القوه الماليه بتاعت الشركه. والشركه دي يا جماعه هي اصلا ايه يا عم، ايه يا عم، انا في النجوم وهواك هنا يا عم، يا عم انت مستعلب صوتك ما تروح تغني يا عم. انا مش قصد طبعا، انا فوق اصلا، لكن فين علمك يا عم، فين الشرط بتاعك يا عم، يا عم والله فين الشرط بتاعك يا عم، فين الكلام، فين عمال تقول ويا جماعه واحنا النهارده عندنا المقاومات. وهو اصلا جايب صوره عن اللي هو كميه الارباح، وجايب صوره معدل الاسهم اللي الموجوده في السهم، اللي معدل الاسهم الحره. ايه ده في السوق ده حاجات خزعبلات خرافيه، ده الواحد بيشوف مهازل. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يرزقنا خير يا رب. تمام. فالنهارده هنبدا نحلل الاسهم اللي تم طلبها من حبايبنا في السوق اللي فات. طبعا يعني كل الناس المحترمه الطيبه الجميله اللي كتبت كل التعليقات دي، انتوا فوق راسي والله العظيم. شكركم ودعمكم الجميل جدا بكلماتكم الراقيه اللي بتكون والله وسام شرف بجد على صدري احطه. ربنا يحفظك ويخليك يا رب. كل واحد محترم بيكتب تعليق من قلبه والله انتوا فوق راسي فوق راسي. تمام. وانا على فكره انا يعني عشان ما حدش يزعل مني، انا عندي وعدي من كل فيديو لفيديو لو لقيت 100 شخص، يعني انا لو من الفيديو اللي فات لو كنت لقيت 1850 انا راجل وذكر وقد كلمتي وهعيش اسد واموت اسد بفضل من الله بجد بقى بصدق.
فبقولها لكم اللي 1000 من كل 100 شخص من فيديو لفيديو، ورب الكعبه هنزل لكم سهم مجاني انفجاري وهراجع لكم عليه بعد ما احطه في القناه، والاسبوع اللي بعده بعد ما ينفجر، زي ما حصل كده في اخر فيديو اللي انا عامله دوت يعني. تمام، اللي انا عملته قلته قبل كده وحطه على القناه عشان الكلام يبقى واحد يعني. لكن انا طالما لسه ال 100 ما لقيتهمش من فيديو لفيديو، 100 شخص يبقى في سهم مجاني، كلام واحد. فانتوا بقى جدعانهم لو عايزين فعلا ايه ان انا ادي اسهم مجانيه، مش هحرم حد منها. الناس اللي شغاله معايا ربنا يرزقها معايا خير، لكن الناس اللي لسه مش شغاله او لسه مع نفسها أو يعني عايزه بقى ايه، مستنيه يا دكتور احمد الخير بتاع، انا مش همنع خير لحد، لكن كل 100 شخص من فيديو لفيديو 100 شخص، يعني هي دلوقتي 1810، المفروض الفيديو الجاي يبقى 1910. كل 100 شخص اقسم بالله هنزل فيديو سهم هديه، عشان بس يبقى كلام واحد. تمام، شكرا لكل الناس العسل الطيبه المحترمه. نبدا من الاسهم اللي الناس طلبتها في السهم. في الاسهم اللي فات، اول واحد الملتقى والجيزه وابراهيم والغاز. تمام حاضر تمام خلاص. خلاص يا حبيب قلبي، انتوا ربنا انت عسل، انت عجبتني. طيب ربنا يحفظها، ده رجال نصابين، ربنا يديهم ان شاء الله. اصبر اصبر، ده ايامهم جايه، ده هيشوفوا السواد في حياتهم، والله العظيم هيشوف سواد، هيتقبض عليه، اقسم بالله هيتقبض على كل واحد نصاب، مش هو بس، اي واحد نصاب حرام. طيب الشمس وفوري. تعالوا بقى نخش على الاسهم. كان في واحد عايز سهم فوري، هو انا فاكره كويس قوي من الاسبوع اللي فات، ويا دكتور قال لي فوري يا دكتور، قلت له حاضر انا اسف، انا معلش انا هقوله لك تاني. طيب نتكلم على فوري. في واحد قال لي عايز شمس، هنا في شمس الاسكان، شمس للاسكان. طيب نقلبها بقى ايه ربعي، عشان كده الموضوع بقى صعب قوي يعني. هاتها لنا بقى ايه 5 سنوات. تمام. شمس طبعا هو سهم حتى الان يعتبر هو مش سلبي، هو ايجابي على الفيلمات الكبيره، ايجابي يعني، هو ايجابي تمام، لكن هو ممكن يبقى سلبي على الفيلمات الاسبوعيه. يعني هو حاليا ماشي في رينج تجميعي، رينج تجميعي، يعني وارد جدا مع اي شخلله في السوق انه هو ده تجميعه، ده تجميعه عشان تبقى يعني تمام، ده تجميعه. بيجمع منين الباشا بقى؟ بيجمع من عندك ال 65 الى ال 78. ليه يا باشا؟ لانه بعد ما يخلص الرينج التجميعي ده هيولع فوق، هيطلع فوق. تمام. حصل الموضوع ده في طلعت مصطفى. تمام، حصل في طلعت مصطفى نفس الرينج التجميعي ده. لو جبنا طلعت مصطفى هنلاقي، بص يعني، ده الشغل، ده فن الشغل، ده فن الشغل، ده فن الشغل. هنا الرينج بتاعه بالظبط، هنا ده فن الشغل. معلش بس نرجع شويه نشوف الدنيا هناك. اهو عمل اول حاجه رينج تجميع هنا، تمام، ده رينج، تمام، خلصه دخل في رينج تاني غيره خالص، غيره خالص، خلصه طخ تخ على طول. ده الشغل، ده الشغل. فالشمس، والله ما تسمعوا الكلام الغالي ده من اي حد، اقسم بالله. الحمد لله العلم اللي ربنا اداه لنا علم عظيم بفضل من الله، واحنا نحن نعشق بفضل من الله. اللهم بارك، اللهم بارك في عين نفسي، اللهم بارك، اللهم بارك، كل نفس اماره بالسوء، اللهم بارك اللهم بارك يا رب، هذا فضلك اولا واخيرا، بفضل الله وحده لا شريك له. فممكن يحصل اي نزول عندنا اهم شيء نزول 36 ينزل تاني لايه لتحت الرينج، تحت الرينج. شايفين النزول العنيف ده؟ شايفين ده اسمه الشخلله. يعني ايه يا دكتور بقى الشخلله اللي انت قلت دي؟ الشخلله ان ينزل تحت المقام التجميعي بتاعه عشان يفشخ الناس، يفشخهم، ويبقى النزول بتاع الماكد الاسبوعي سلبي في قمه السلبيه. شايفين النزول عامل ازاي؟ كان النزول عامل ازاي؟ تقوم انت غصب عن ابوك تطلع من الساحه، هو عايز كده عشان يدخلك تاني في الرينج التجميعي بتاعه، ويطلع تاني ويقول لك خد خازوق، او يلا انا اديتك على قفاك، يطلع تاني بالسهم في الرينج التجميعي بتاعه تاني، والشغل على هذا الاساس. فالشغل في السوق يعني عايز صبر. طيب انا كنت شاري من هنا، اتضربت على قفايا،
نزل بيا السهم، رحت بعت من هنا او بعت هنا او بعت هنا، تمام؟ ما كملتش اسبوع ولا اتنين، ما دام انت حاطط بقى بتشتغل بوقف خساره، يعني راجل شغال بوقف خساره مثلا، يعني عشان تعرفوا الشغل في الاسهم مش زي الفوركس. الفوركس لازم وقف خساره، اما هنا ما ينفعش وقف. طبعا انا مش بكره الفوركس لانه في حرام، في حرمانيه. اما تبقى مثلا عمله نيوزيلنديه، العمله دي بيتاجروا فيها بالدعاره هناك، وانت بتتاجر فيها قدام اي عمله ثانيه، فهي فيها شبهه، فمش ناقصه رب، تمام. لما تيجي انت توقف خساره، تقول والله انا دخلت هنا، انا واقف خسارتي تحت اللو ده، انا واقف خسرت 30، وانا مثلا سعري 37، خسرت انت جنيه، قلت لا خلاص بقى السهم ده انا تمام. في واحد تاني لا يقول لك انا هطلع عند 75، خلاص يا عم. في واحد تاني هيطلع عند 518، وهو اداكوا الخازوق كل الناس دول، وطلع تاني تك طلع عند السبعة ونص. يوم اللي كان هنا يقول يا نهار ابيض يا لهوي. يعني الفكره في ايه؟ مش معنى ان انت دخلت سهم رينج تجميعي، اي حد، مش اللي يشتغل معايا، بتكلم على اي حد مش معايا ومثلا وسمع الفيديو ده وبيستفاد، فبالله عليك ما تنسانيش من الدعوه الصادقه، ما تنسانيش بدعوه السجود. انا بديك علم اقسم بالله ما تلاقيه في اي قناه، انا بحلف بالله، تمام؟ مش معنى ان ينزل مثلا في رينج تجميع وان هو نزل ان انت تخاف وتهلع خساره. مفيش، اهدى هلا، اهدى. انت شغال في سوق مال، لازم تبقى ذكر، لازم يبقى قلبك ميت، لازم ما تخافش من الريسك. سهم نزل بيك ممكن ينزل بيك وهيطلع تاني. شوف بقى لما يطلع ويخلص الرينج التجميع ده ويطلع لك قده كده، انت مكسبك يبقى كام؟ فده من الاخر سهل سلبي على الفريمات الاسبوعيه، تمام؟ زي ما احنا قلنا، يبقى النزول هينزل للرينج 65، وبعد كده اختراق الرينج ده هيطلع فوق. طبعا ما شاء الله انا يعني شرحت السهم واستفدت، لان هو من عند ربنا حظه حلو يعني. وانا كمان بحبك في الله والله، وانا والله العظيم احببك الله الذي احببتني فيه. تعال نشوف فوري من اصعب الاسهم الموجوده في السوق، زي بيلتون بالظبط. بيلتون ده انا مديكوا اقسم بالله اللي يسمع الحلقه يتمزج. تمام. الحلقه بتاعت بيلتون وبي انفستمنت دي ظبطتهم، تمام. طيب شفتوا برضو في ناس باعت في بيلتون، واقول ما تبيعش. على فكره يا جماعه، اللي يجي ويشتغل معايا ونقرا الفاتحه، الفاتحه هتتقلب عليه لو كان خاين، سواء راجل او واحده. الفاتحه هتتقلب عليه. مش هعمل الخير واعمل الخير مش عارفه ايه، وفي الاخر الاقيه عامل زي، انا اسف مع احترامي يعني، اقل من المره، يخون الفاتحه وعادي. فيعني اللي يجي يشتغل معايا فوق راسي يبقى راجل وضامن فلوسه انه هيكسب. غير كده بقى ما تشغلنيش بيك. ما بالكش انت يبقى انت فلوسك على القد، وانت فلوسك كده، وانت انا اسف مع احترامي يعني مش راجل اصلا، مره تيجي تقرا الفاتحه وتبقى راجل ومش عارفه ايه، وفي الاخر يخون يقول لي معلش السهم نزل شويه بصغيرين خفت وبعت، والسهم اقول له يلا بيع، يلا كسبان السهم خش بيع، بس نزل شويه صغيرين معلش يا دكتور خفت بعت. ايه الشغل النسوان ده؟ يلا هو في ايه؟ فعموما انا بكره الناس اللي هي ايه، اللي هي ما عندهاش رؤيه، واصلا سيولته انا بقبله بالعافيه. يعني انا يعني في سيوله بتتعبني انا اكسبها ايه، لكن برضه فاتح قلبي للكل. احرمه ليه؟ واحد جاي لي ب 100,000 ويقول لي اصلا متعلق مش عارفه ب 60 معيش غير 30، والنبي اعمل ايه؟ طبعا لو انا انسان ما عنديش قلب اقول له يلا بيع 60، يلا خسرانين كام؟ 7 8 10 الله في داهيه، يلا هات يلا 50 واكسب، واقول له يلا هات هات. لكن انا ما بعملش كده. بشوف السهم بتاعه والله ايجابي وممكن يعطي الفتره الجايه، حتى لو اصبر عليه. بقى بتقول لي طب وانت هشغلهم له، ورغم ذلك وانا يعني على مضض، لان انا هاخد منه ايه ده؟ انا بنشحت هنا. فطبعا انا يعني اللهم لك الحمد، ربنا يرزقنا خير يعني، اخوكم تقيل يعني بفضل الله. يعني مش فاهم، ورغم ذلك برضه يطلع مش راجل ويخون العهد والامانه، ويخون الفتحه اللي بينا بعد ما ربنا يرزقنا خير ونقراها انا. طب وليه بقى؟ ما تروح بقى عندك الناس الدجالين والنصابين اللي يدوك على فك، هم دول اللي يمشوا معاك. ما تجيش واحد صادق بقى وبيشتغل وبيتقي الله فعلا فلوس الناس وبيعايز يكسبك. فانا اسف لان انا ذكرت حاله كده زعلتني، وبرده نفس الحاله دي على واحده ست. المهم يعني تقول لي انا خايف الله بسجد لله ومش عارف. هو في الاخر الفعل الحقيقي، الاخلاق الحقيقيه اللي على ارض الواقع ملهاش علاقه بالدين، لان الدين شيء والخلق شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اكرمكم مني منزلا اعلاكم عني اخلاقا، يعني اكرمكم مني مجلسا يوم اعلاكم اخلاقا. الخلق اهم من الدين. اللي عنده خلق تاكد ان عنده دين، لكن اللي عنده دين ما يشترطش انه يكون عنده خلق. وحطوا تحت الكلمه دي 100,000 خط احمر تقيل، تمام.
انا مش عارف فوري فين، فوري عمال اجيبه بس مش عارف هو فين، فيعني نكتبه بقى، نكتبه عشان ايه، نخش في الكلام، نخش نكتب فوري. بسم الله. فوري يا فوري يا فوري، انت فين يا فوري؟ انت في قسم ايه؟ كنت اتصالات. طيب تعالوا بقى نتكلم في فوري. فوري طبعا سهم تقيل. يعني ايه يا دكتور سهم تقيل؟ سهم زي الرقح كده في السوق السعودي. سهم تقيل من وزنه، يقدر ينزل المؤشر ويقدر يطلعه. يعني يقدر ينزل مؤشر زي موبوكو كده اللي هو ب 293 جنيه. سهم تقيل رغم انه غالي، بس هو في الاسهم العالميه. موبوكو ده في الاسهم العالميه، تمام. والبنك التجاري الدولي برضه من الاسهم العالميه، تمام. ففوري ده سهم تقيل يقدر ياثر في المباشر، لكن هو السهم كويس، يعني ماشي على درجه تجميعيه برضه نفس الشيء برضه ممله. ما هو اصل التجميع ده للناس اللي هي بتحب تهلب عيشها وتقلب عيشها في اليوم وبتاع. وانا من ذوات الناس اللي انا بحب اكسب الناس على طول. الناس بتحب المكسب السريع، محدش بيحب المكسب المضاعف الكبير. الناس بتحب تقلب عيشها، وانا برضو بحب ان انا اسعد قلبهم. يعني في واحد غلبان يعني كان برضو من الجاهلين دول النصابين، وقعوا وغرقوا ووداه في 60 داهيه وعمل له بلوك وهو حقير. ورغم ذلك لما كسبته كان يعني معاه 100,000 بقى هينطط ويزقطط من الفرح. اقسم بالله هيسقف من فرحته. يقول لي انا اول مره الاقي المحفظه بتاعتي خضراء. قلت له يا ابني انت لسه الخير قدام. والله العظيم انا اقسم بالله لولا ان انا ممكن اتصل بيهم واسمعكم بيقولوا ايه عني، ولا كلامهم بصدق من فرحتهم بالمكسب اللي بكسبه لهم، مش هتصدقوا والله. ما بس انا بفرح بسعادتهم. ادخال السعاده على قلب اخوك المسلم بصدق اقسم بالله من اجمل الدنيا وما فيها. يعني وان انت تكون محترف في شغلك برضه بفضل الله. فالسهم ده التجميع الممل، نفس التجميع الممل، شغال على برضه درجه تجميعيه، والدرجه التجميعيه بتاعته شويه رخمه لان عنده مدى رخم. يعني مدى عندك من مدى من 25 الى مدى 76، وعندك مدى صغير ل 36. ده شغال في المدى ده. هو طول ما هو قاعد هنا عمال يجيب من هنا ويودي هنا ويجيب من هنا ويودي هنا. ويا سلام بقى لو السوق شخلل هينزلك يشخلل معاك، يقول لك الله طب ما انا شخللك اكتر انزل بيك. دي اسمها الشخلله. شخلله اسبوعين، يعني خد اسبوع واسبوع التاني، اسبوعين بيشخلل وطلع بالاسبوع الثالث والرابع. يعني شوفوا 4 اسابيع اهو. شخلله شهريه دي اسمها. ينزل اسبوع والتاني والثالث والرابع والخامس يطلع فيه. الشخلله بتختلف على مناطق الفترات الزمنيه، زي ما دي شخلله شهريه، وفي شخلله سنويه. ده في شخلله 12 شهر السوق يبقى متنايل ب 60 12 شهر بيشخلل. زي ايه؟ زي مين يا دكتور؟ زي اهي. هي تعتبر مش الشيكنج اوت بالشكل المظبوط، لكن دي شيك اوت. دي ايه؟ دي ربع شهر. انا اسف دي 3 شهور. يعني خدت بالكم في شخلله مثلا لو احنا شفنا على السنوي هنلاقي في شخلله سنويه. دي شخلله سنويه اهي. دي شخلله سنويه. شوف الشخلله السنويه عامله ازاي. شايف الشمع عامله ازاي؟ 12 شهر بينزل. 12 شخلله سنويه. فانواع الشخلله كثيره، لكن اللي يصبر ينول. اللي يصبر ينول. الذكر ينول. تمام. فده طبعا السهم ده بيمشي زي ما احنا قلنا في اتجاه عرضي تجميعي، تمام. ما بين الاسهم اللي احنا ذكرناها، ما بين اللو اللي هو عند الخمسه في 5.17 والى الستة 70 الى مستويات ال 36. خلينا نضيق الرينج التجميعي قوي، فنخليه كده ما عدا الشخلله، لان لو الشخلله ديت قائمه الحدوث لو حب يرخم على الناس اللي في السهم وحب يستغل نزول سوق. يعني السوق مثلا المصري كان بيشخلل ينزل يهبد السهم ده. ما تخافش طالما سوقك صاعد على الفريمات ما تخافش يالا، ما تتروش يالا، ما تبقاش هروش. يقول لك لا انا بستنى كتير وفي فرص كتيره بتطلع. الله يخرب بيتك، ما انت مش هتاخد رزقك برضه. ما انت هتطلع ممكن بخساره وتروح سهم تاني تخسر اكتر. هتتعقد ساعتها من التداول وتنعل ام البورصه وتنعل ابوها والناس ده جوه حراميه وتفضل يهبل معموله على علم. وده كلام كبير، وعلمنا بفضل الله مش زي اي حد. انا بقول لكم تمام. فده يعتبر فوري. معلش انا بشرح بمورد الله، فاللي مش عاجبه يعني تمام. طيب المشروعات وايجابيه السهم. ايجابيه السهم
يعني اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. ماشي كليوباترا وشيء. ايجابيه السهم معناها ان ممكن يبقى في سهم صاعد على فريمات مثلا اسبوعيه، وهو سلبي على الفريمات الاكبر. فهو يعني او قصدي يعني ايجابي على اليومي وهو سلبي اصلا على الفريمات اكبر. فانت لما انت فجاه السهم يقوم جاي مديك على قفاك وطخ طخ طخ طخ، يقوم جاي نازل بيك وانت تستنى، مفيش في نزولك رجا. امتى استنى؟ لما يكون في الفريمات الكبيره تمام. اما ما استناش لما يكون لا، الفريمات الكبيره بتقول لي ده هيروح في 60 داهيه تاخده، فانا استنى لا، هتبقى قاع لقاع لقاع لقاع. الصعود ده صعود نسبي مع السوق عشان بس هو السوق بيطلع، لكن ده مش يعتبر صعود حقيقي، في صعود وهمي. تمام. طيب نتكلم في ايه تاني؟ اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. كيلوباترا، احنا قلنا كيلوباترا سهم تجميعي وبدأ يدي فعلا صعود. اما احنا اتكلمنا وقلنا يا جماعه خلي بالكم من عند ال 73 وبدأ فعلا يدي صعود. والهامور الميكر بدأ يدخل اهو، الميكر بدأ يدخل في السهم. الميكر قال بس انا ستوب هنا وبدأ يدخل في السهم. ورغم ان برضو يعتبر لسه يعني شوفوا التجميع بقى، يعني شوفوا لما السهم يجمع على الربعي التجميع بيكبر، يعني دايره التجميع بيكبر، دايره التجميع بيكبر، بس السهم هيقول للي يصبر فيه. تمام. بدا بعد ما الميكر دخل، اول ما الميكر بيدخل في سهم تمام تمام بتتاكد ان بدا يبقى فيه ايجابيه في السهم، بس مش هتقدر تتاكد من ايجابيته الا لما يدي على الفريمات الكبيره ايجابيه مؤكده. تمام. فلغايه دلوقتي السهم في نطاق تجميعي ايجابي سلبي على المستويات اللحظيه، ما بين السلبي والايجابي، يعني ما بين السلبي والايجابي على المستويات اللحظيه اللي هو من الساعه ل4 ساعات لليومي. تمام. وايجابيه مؤقته على الفريمات الاسبوعيه ذات البعد المتوسط، و يعني تعتبر لسه ايجابيه يعني تكاد تكون تميل الى السلبيه التجميعيه على النطاق الشهري الى ان يتاكد الصعود السهم. لكن هو السهم اللي معاه طبعا شايفين تجميعي عسل يعني. تمام. فالسهم برضو لسه بيتجمع، وان شاء الله اللي يصبر فيه هينول برضو، يعني اللي يصبر هينول. خلي بالكم السوق ان شاء الله ممكن يصعد الى زي ما قلت لكم مستويات حلوه يعني. تمام. ايه الاسهم برضو اللي تم الناس عايزاها؟ في واحد كان عايز العبوات الطبيه، باين العبوات الطبيه. تمام. العبوات الطبيه، خلاص نكتب بقى، نكتب عشان ما نقعدش. العبوات الطبيه، العبوات الطبيه ده انا كنت بديه اقسم بالله هنا عند 0.40 قرش وانفجر في نفس اليوم. طبعا انا اديت اسهم كتيره انفجرت، ولا سالت فيها ولا اتكلمت فيها ولا قلت اي حاجه. كنت اطلع ادي السهم السلام عليكم انا جاي اديكم سهم وامشي واروح السوق السعودي تاني. اقسم بالله العلي العظيم اروح للسوق حبيبي ده تاني، يعني اروح للسوق ده تاني، اروح للسوق حبيبي ده تاني. والله العظيم يعني خدت بالي لما ربنا كرم بقى في الاماراتي والسعودي وكده فركزت في المصري، ابتديت قلت لا ده في ناس حلوه ويعني اي نعم، يعني الشغل مهما كان فيه مش هيبقى زي العطاء السوق، لكن يعني الخير في الله سبحانه وتعالى واحد. ما دام انت بتعشق مكسب الناس، انك تكسب الناس، دي لذتي ان انا الاقي مثلا حاجه حلوه ادخل فيها حد يكسب. خدت بالك؟ بس يعني كل ما يعني في اسهم كل ما تصبر فيها تاخد خير اكتر فيها، خير اكتر بمعنى اكتر يعني. تمام. السهم ده طبعا كنا اتكلمنا عليه زي ما قلت لكم، هو عند 40 قرش اقسم بالله، وطلع الطلعه ديت وجاب مستويات جميله وبدا يثبت من عليه وبدا يمشي في نطاق عرضي. هو دايما اي سهم زي ما قلت لكم بيطلع بيمشي في نطاق عرضي تاني لمده معينه، ممكن تبقى مده كبيره، ممكن تبقى مده مثلا من شهر الى 3 شهور، اقصى حاجه 6 شهور، وبعدين يكمل فوق تاني. فالسهم ده لغايه دلوقتي هو بيلعب في رينج يعتبر تجميعي حلو، بس معرض انا بقول اهو معرض انه يحصل نزول الى المستويات مثلا دي، يعني لو حب ينزل لها اللي هي نص جنيه تاني يشخلل عندها. لو السوق نزل ممكن ينزل يشخلل عند النص جنيه، فنخلي بالنا. لكن هو السهم ايجابي، لكن هو قائم للشخلله. عندك شخلله ما بين هذه وتلك،
ما بين الادنى واللو ده والاعلى ده. تمام خدت بالك؟ او ينزل بقى للنص جنيه تحت اللي هو ايه ال 52 قرش او 53 قرش. تمام. وبعد كده ان شاء الله ممكن نشوف السهم ده يعني يبقى فيه خير يعني. ده بالنسبه للعبوات. تمام. في ناس تاني طالبه ايه؟ شمس قلناها. احنا كده يعتبر قلنا الاسهم اللي الناس عايزاها. المشروعات، مش عارف المشروعات الصناعيه والهندسيه. المشروعات الصناعيه والهندسيه طبعا السهم ده يعني الحلقه بقت قد ايه وقت؟ اوف، ده احنا دخلنا في 50 دقيقه. يا صلاة النبي احسن. طيب المشروعات هو يعتبر سهم كويس، ولكن برضو قائم للشخلله الى هو شخلل عند ال 46 قرش، عنده شخلله قائمه برضو عند ال 35 قرش. طبعا شايفين السهم هو عمال يتلعبك في بعضه وعمال ياكل في بعضه زي سمك بياكل في ميه. سمك بياكل في ميه، عمالين ياكلوا في بعض هنا ما بين اللي هم البياعين الميكرز وسمول تريدرز، عمالين ياكلوا في بعض هنا. في حرب شغاله هنا، حرب بمعنى كلمه حرب. وبدا ينزل الماكد اسبوعي، بدا يتقاطع، فهو ممكن ينزل يشخلل، لان ما دام في حرب هنا وهو مش قادر يزق فوق يطلع، كل ما يطلع يخموا عليه. فعندك دي يعتبر شخلله، ودي اللي هي الشخلله الحقيقيه. طب تعالوا بقى، يعني انتوا مش بص، ما هم عارفينه هنا. ما هو ساعات السمول تريزر بتقرف الهامور. يعني ايه؟ هو عايز يشد السهم بس هم بيلاقي ناس موقفاه، فيقول لك لا طب انا هلعب بيهم شويه، وبعدين يقوم جاي يلعب بيهم شويه ياخدهم ينزل. يعني شوف يلعب بيهم هنا شويه، تمام، يطمنهم تمام انا هنا، وبعدين يقوم يقول لهم يعني انتوا مش هتطلعوا يعني من السهم. ما هو عايز يفضي كراسي، عايز يطلع بالسهم. ما هو لو طلع بالسهم والناس دي اللي شاريه معاه بالغالي، اللي شاريه عند 60 قرش 70 قرش ضايقوه، هيبيعوا عليه. لو طلع بيه هو، لو طلع هيبيعوا هم عليه، هو هيبقى خسران، هو مش اهبل. يقوم جاي واخدهم، يلا انزلوا تخافوا تحت شويه، وبعدين يطلع بيهم، يطلع تاني فوق. فده يعتبر تحليل السهم. فهو قائم للشخلله، ايجابيه مؤقته على الفريمات اللحظيه، ولكن سلبيه على بدايه السلبيه على الفريمات الاسبوعيه، وممكن ينزل على الشهري ما لم يتم النزول الى اللو رينج او يتم الاختراق من هذا المربع. تم الاختراق من هذا المربع، وطبعا في سلبيه قائمه على الاسبوعي، فاستحاله هينفجر فوق. تمام. والماكد مدي سلبيه على الاسبوعي. اللهم ان بقى لو نزل اللو بتاع الرينج ده وبعدين طلع تاني فوق دون ان ينزل الى 35 قرش. بس طبعا نزول 35 قرش بيدي السهم ده قوه في الصعود يعني. طبعا انا معلش انا طولت وانا اسف جدا، والله انا بحبكم في الله، ربنا يعلم، جزاني الله واياكم كل خير. شكرا لكل الناس الداعمين. ما تنسوش اللي عايز سهم، انا بقول اهو 100 من يوم ما ادي الفيديو التاني. انا يعني مش بس ان شاء الله هحاول اعمل فيديوهات قريبه. لو جابوا ال100 في وقت قصير ان شاء الله هطلع على طول ادي السهم اللي هيكون فيه انفجاري. وزي ما قلت لكم انا قدامي 25 سهم، مش هستخسر فيكم ان شاء الله انزل سهم بفضل الله منهم، واللي يستفاد ربنا يرزق الجميع. زي ما انا كنت بديكم اسهم من قبل حتى ما القناه كانت تبقى يعني يبقى يتعرف مين قال من دكتور احمد من زمان قوي، من زمان يعني من زمن من 3 سنين حتى تقريبا. يعني كنت بدي الاسهم واقول السلام عليكم وعليكم السلام، انا بس بحب اخواتي المصريين واديهم السهم واطلع. ربنا يرزقنا ويرزقكم كل خير، جزانا الله واياكم كل خير، ودمتم سالمين ورابحين تمام وغانمين. وبكره يوم الجمعه يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. افضل الصلاه الذكر صلى الله عليه وسلم وقراءه سوره الكهف. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في رعايه الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.